السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير باذن الله. النهارده هنعمل الكنافه مع بعض، هنعملها في الطاسه استعدادا لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. الناس اللي الكنافه بتطلع معاها نصها مستوي ونصها ني بتشتكي دايما الكنافه بتكون مستويه مثلا من فوق ومن تحت ومن النص تلاقيها معجنه. النهارده ان شاء الله هنعملها في الطاسه على البوتاجاز، هتطلع معاكي مظبوطه، وان شاء الله الطريقه دي هتجربيها على طول. انا معايا نص كيلو كنافه. جبتها حطيتها في الفريزر لمده ساعتين. هي اتكسرت معايا او اتهرت بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تعمليها بالمقص وممكن تحطها في الفريزر. معايا هنا كوبايه سمنه، هنزل بالسمنه كده على الكنافه. هنحاول بقى ندخل السمنه في الكنافه كلها. طبعا انا هسيب الفيديو شغال عشان تشوفوا الطريقه كامله. هتغلفي الكنافه كلها تشرب من السمنه، اهم خطوه. وعشان تطلع معاكي ناجحه لازم تعملي الحركه دي. شايفين كأنك بتبسي في الكعك؟ يعني كل الكنافه لازم تتشرب سمنه. الكنافه اتشربت السمنه كده زي ما انتوا شايفين. هضيف عليها كمان معلقه سكر بودر. هضيف عليها كمان معلقتين من الشربات اللي احنا عاملاه. هقلبها كلها كويس كده، السكر مع الشربات مع السمنه. جرب الطريقه وان شاء الله الطريقه هتعجبك. بعد ما غلفنا كده الكنافه بالسمنه والسكر والشربات هنسيبها كده على جنب ونروح على البوتاجاز. معايا هنا كيلو لبن، طبعا انا غلياه كويس وسبته يبرد. ومعايا هنا 4 معالق نشا، هنزل بيهم كده. الكريمه مسكت معايا كده زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي انتوا شايفينه ده وش اللبن. هنطفي عليها. معايا الطاسه دهنتها دهنه سمنه خفيفه، هنزل كده بنص كميه الكنافه. هحاول افردها كويس.
لازم كلها تكون في مستوى واحد عشان ما تكونش حتة عالية وحتة واطية. بعد ما فردنا الكنافة كده زي ما انتوا شايفين، هنزل بطبقة الكريمة. نحاول نخليها ما تنزلش في الطاسة من تحت. نفردها كويس. وهنزل بباقي كمية الكنافة. نحاول ما نضغطش قوي عليها عشان الكريمة ما تخرجش منها. هنظبطها بالراحة كده، يا دوب دوسة خفيفة. وهناخدها على البوتاجاز على نار هادية. طبعا انا حاطه الطاسه مش حطاها في النص، حطاها كده يا دوب على طرف الطاسه، وهنقلبها كل شويه. طول ما انت واقفه بتقلبيها كده، ما بتسيبهاش في مكان معين، بتقلبي فيها كده وكده وانت واقفه. شايفين قلبت في الطاسه كل شويه. تعرفها استوت لما يكون الجوانب كلها من هنا خدت اللون الذهبي، اعرفي ان هي استوت. هناخدها كده نقلبها في طبق ونرجعها في الطاسه ونشوفها مع بعض. دي شكل الكنافه بعد ما خلصناها. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله جميله. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله، واخده اللون الذهبي. وشايفين الحشوه فيها ما شاء الله. اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان باذن الله يوصل لكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.